عايز اروح مع حضراتكم لمادة اخرى، ولسه بنتكلم على منافسات دوري الابطال وعلى بعض الدوريات المغربيه، الدوريات الافريقيه المشتعله جدا. كلمتكم على الدوري التونسي، هروح دلوقتي للدوري المغربي. والوداد اقترب جدا من حسم اللقب. الوداد كسب حسنيه اغادير 2-0 وخلاص قريب جدا، لانه يعني بينه وبين اقرب منافسيه كم وافر من النقط. هقول لحضراتكم ترتيب النقاط والموقف ايه بالنسبه لفريق الوداد. اولا لقاء ضاع حسنيه اغادير، والوداد عنده 60 نقطه، كسب في المباراه دي 2-0. الدفاع الحسني 53 نقطه، يعني 7 نقاط. وخلاص احنا بنتكلم من الاسبوع 27 مباراه دي، يعني فاضل 3 اسابيع. يبقى الوداد عايز 4 نقاط، يعني يكسب مباراه ويتعادل مباراه. يوم السبت هيلعب مع اولمبيك اسفي، وان كانت المباراه دي هتتاجل طبعا عشان بيلعب في دوري الابطال، وعنده مباراه مع القطب، وعنده بعد كده لسه كمان اسبوعين. والكاف زي ما قلت لحضراتكم وافق على تقديم مباراته مع القطن الكاميروني، لكن هو في وضعيه ممتازه. المباراه اللي شفناها كانت هو وحسنيه اغادير، كانت في الجوله 27 من البطوله وفاز 2-0. ويليام جيبور سجل الهدف الاول. ويليام جيبور هداف رائع، كل مباراه بيحط بصمه لفريق الوداد. والهدف الثاني صلاح الدين السعيدي. وفي الاسبوع ده كمان الفتح الرباطي خسر من الكوكب 1-0، والرجاء تعادل مع نهضة بركان 1-1. ادي الاهداف اهو. وقلت لحضراتكم ان ويليام جيبور كل اسبوع لازم بيهدف، وهو الهداف بجدارة الحقيقة، وتجانس بسرعة الصاروخ مع الوداد. انا عايز احيي الفريق الوداد وجمهوره، هو والرجاء طبعا وكل الفرق الكبيره. بس ليه؟ ادي البينالتي اهي، ويليام جبور بكل ثقه حط الكوره. وخدوا بالكم كتير قوي من اللعيبه بتضيع بينالتي. واحد يقول لك ايه يعني بينالتي؟ ياما شفنا لعيبه ضيعت ضربات جزاء يا جماعه. فاللعيب برضه احدى المهارات عنده هو انه يكون بيشوط كرات ثابته وبيشوط ضربات جزاء. شفنا له سدد الاسبوع الماضي ضربه حره من خارج ال 18 ثابته في المقص. وبالمناسبة كنت اتكلمت على الوداد الأسبوع اللي فات، اتكلمت على ويليام جيبور. لقيت الحقيقة في إحدى المواقع المغربية صاد سبورتس، لقيت الحقيقة محملين الجزء دهوت من الحلقة، وداخل عليها في فترة وجيزة في أقل من يومين داخل عليها حوالي 11,000 مغربي. فده شيء رائع بشكرهم عليه. وأنا عارف البرنامج الحمد لله ليه انتشار كبير جدا في المغرب وفي تونس وفي الجزائر وفي السودان وفي ليبيا. وده بيظهر الحقيقة من دخولكم ووجودكم بالرسائل ودخولكم على اليوتيوب. بلاقي بأعداد كبيرة جدا الحمد لله. ربما احنا برنامج الكرة الأفريقية، يعني مش عايز أقول عايز أمسك الخشب، بس هقول له مصداقية وله متابعة حقيقة كبيرة جدا في شمال أفريقيا وفي السودان.